بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازاي كل متابعينا عاملين ايه؟ طمنوني عليكم وعلى أخباركم، يا رب تكونوا دايما بخير. ربنا يخليكم لنا يا رب، ما نحرم منكم ولا من سؤالكم علينا يا رب. كده خالي عبادة برش دواء الحشيش في الرز وعم عمرو تحت. والليدرة يا جماعة كوزت اهيا، عملت كيزين بس لسه بدري عبت ما نجلي. وازيك يا عم موبايل، عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب، وعود عليك يا رب العين بخير. ربنا يخليك لنا يا رب، ما نحرم منك ولا من سؤالك علينا يا رب. ايوه وراش تحضيرة باقي فيها حبة صغار. خالي بدأ يا جماعة بيسلك الخرطوم بتاع الموتور، يعني اتلعبك في ايده. كده خلص. لسه في كتير يا خال، لسه فيه. ممكن خلاص كده خلصت تحضير بقى يا جماعة. نبقى معاكم احنا بنعبي التحضير التاني. لسه هتروش تاني. يا جماعة خلع عبد حط الدواء، عم عمرو بينا في الموتور. تاخدها جنب المشتل جنب البيت. عاوز انا الراجل اللي فوق المشتل دي، ما انا نسيت المشتل كله. اه بس بالك عمال تسيب اللي هو دول وهات من وراه. انت علقت ولا ايه؟ الموتور زي اللي عطل، ربنا يستر.
يا جماعة الموتور ده طلع يا جماعة، ربنا كرمنا وطلعت تبص على السكة اهي. خلاص بدأ ينزل من ريح عم ممدوح كده. حبايبي متابعيني كلهم داخل مصر وخارج مصر، كل بلاد العربية وغير العربية، مش تنسوا بقى تعملوا لي لايك واشتراك في القناة. كده وصلنا آخر القطر.
في مايل على اليماد يا اخي. يا لهوي، صوت الموتور يصدع، اللي راسه مش يصدع. احنا خلصنا وهنروح نحضر تحضيرة تانية برا. 6/4 اللي ورا. ها؟ ماله؟ هدور فين؟ ماشي. يوم التلات الجاي ده اهو. اه لا النهارده وبكره. كده النهارده وبكره يوم الاثنين الدور فيه. يبقى كده بقالهم ايه؟ ماشي. بس الدواء دي سيدي بيقول هو 24 ساعة بس. هو بكره وقت الليل. مين اللي قال لك 24؟ سيدي نص بكرة بعد بكرة هاجي دواء. مين اللي قال عمرو ابن انا خطه وغير؟ ها؟ يعني يابا معلش يا جماعة انا وقعت. يلا كم طيب يا عم احمد، عامل ايه؟ الحمد لله والله يا عم. عليكم الايام بالخير وكل المتابعين، وبنصبح على ابو هاني ونقول له كل سنه وانت طيب، وربنا يكرمك كده بصحتك كده ويديك الصحه يا رب. امين يا رب. وكل متابعينا ان شاء الله. احنا كده ايه، بنخف الذره، العود اللي هو باظ منه اللي مش هيخزن بنخفه عشان خاطر ايه، ناكله للبهايم نستفاد منه بدل ما ينشف يبقى حطب. فاحنا بنجيبه عشان ايه، ناكله البهايم تستفاد منه. انت يا عم احمد ان شاء الله يوم الثلاث تنزل الرز. ماشي. عبال الرش ايه، عشان بعد الرش دي بيقعد يومين. امال الحشيش اللي في رز ال70 عمل ايه؟ اللي في رز الجنيه دبل كده. دبل. هيبان برضه بعد كده برضه يعني مش طوالي يعني، بس هو اللي كان على البسن اللي هو شايفه ناشف دبلان كده، ما خدتش بالك انت منه اللي هي شفت دبلان. الفردة دي فيها يا احمد الفردة دي فيها شوية ملوخية ميمي. شوية ملوخية عايزة تتنجى. اجي النهارده اخر نهار في طراوة انجيهم صعب الطراوة. قال لهم اتجرتفهم من الشركة. شجر يا اخي فيها عدرة بايظة كتير. مش يعني فيها كتير اهو، بس عيدينها طويلة جوه. عيدينها طويلة. انا مش عارف اعملها، انا مش عايز اضرب فيها غوي.
لو جرست فيها جو هشيلها كلها. يا كده يا كده. بقول يا كده يا كده. بس كفايه موجودة كتير. كده بقى يا جماعة خلصنا. محمد خد عربية اللدرة وروح، أما عمرو يغسل خلا بدل كم نروح نبقى معاكم مرة. كده محمد اجا جاب الخط وجه على البيت، الولاد خلصوا في الغيط نديهم العافية. عمرو ابن عمه هيفتح الباب ده. شاطر يا حمود شاطر. كويس ان العربية جبت العربية. لم الهدوم دي على ناحية. سمي الله. لا انا مش عارفه اسحب الحمار. طبعا المفتاح دي كده بقى. هم خلصوا في الغيط ومحمد جاب الخف في العربية. العربية ما جيش النهاردة عشان عنده ناس شغالة في الأرض بتاعته. الله يديله العافية. سمي الله يا سمي الله سمي الله سمي الله. يا صالح الحال اصلح لنا حالنا ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين. اللهم اهد عياله ويجعلهم ذرية صالحة ووفقهم من اللي فيه الخير يا رب. يا رب اصلح لنا حالنا ويسر لنا أمورنا يا رب العالمين. سمي الله يا مفيش منجل اظن هنا نكسر بيه. في منجل هنا نكسر بيه قدام البايم. ها ليه؟ بشكر كل متابعيني واخويا العزيز اللي بيقول اهلي جينا كلهم يا آية بيباركولك وبيقولوا لك الف مبروك على النجاح. انت اخ عزيز يعني على عيني وراسي. تشكر كفايه سؤالك وكفايه كلامك. انت واهل جينا على راسنا من فوق. منحرمش منك ابدا ولا من سؤالك علينا ولا من كلامك الجميل اللي بيبسطني انا وعيالي. انت مش اخ، ده انت اخ عزيز تنشال على الراس. منحرمش منك ابدا. وكل متابعينا طبعا على عيننا وراسنا منحرمش منهم ابدا. يا رب دايما دعمني بدعمهم الجميل وكلامهم الحلو. منحرمش منكم ابدا يا رب العالمين. ربنا يديكم العافيه والصحه. بصي اما اطلع العربيه واجي اخدها واديها وانا هشوف منجل على بات ما انت تيجي نكسر للبهاي. ماشي. افتح البوابه. ماشي هقطع حبه على بات ما انت تيجي. طب ماشي بس بقى هناخد هناك قدام البهاي. سمي الله وطلع العربيه وديها. العربيه دي يا جماعه اختي العزيزه اللي بتقول يا ام احمد بدل ما تحملي على الحمار هاتي عربيه. احنا مش عندنا عربيه يا حبيبتي ما نحرمش منكي. بس العربيه ديت بتاعت عمتي يعني بنجيبها منهم ونقول لهم وقت ما بنعوزها بنجيبها. بس ما ينفعش نقول لهم عايزين عربيه عشان فيها السباق. براحتك سمي الله. يلا هيروح يوديها لعمته ويجي. شيل يما يلا. اغمر غمر جامد. هاتوا حطوا ليا في الطواله وانا هكسره له. في النص بين البقره والجاموسه. ايوه هات كمان غمر. اجري وتعالى بسرعه اجري. اغمر بسرعه يا محمد يلا عشان البهايم ما تنتشوش. جدع. سمي الله يا احنا بقى بنخفينا الذره عشان ايه نجيبوا للبهايم
ايه لما ييجوا نخفف فيه شويه ونقطعه للبهايم زي كده. احنا بننزل الكرة الصحية، بننزل العيدان اللي هي مدودة، يعني العودة اللي الدودة أزياء بننزلها. أختي وحبيبتي اللي بتقول لإخواتك وأبوك يا أم أحمد بيجي يساعدوكي، ربنا يديهم الصحة. هم عشان محمد جوزي طبعا واجع، ومن غير والله ما يكون واجع مكسور، ربنا يا رب يديهم العافية. هما بيحبوا محمد وبيحبوا يجي يساعدونا، يعني بيجي يشوفوا مصالح أرضنا طبعا عشان محمد تعبان. يلا يا محمد رجعوا ورا. طبعا هما رشوا الرز، راحوا أرض بجنينة فتحوا فيها المية. اوعى وبعدين جم على هنا بقى هيفطروا ويخلصوا ايه ويقعدوا مع محمد يشربوا الشاي وياخدوا بعضهم ويمشوا. ربنا يديهم العافيه ما يحرمنيش من اخواني وابن عمي، امين يا رب. لو مش كسرناه، لو مش كسرت الذره كده هياكلوا البتاع بس، هياكلوا الورق وهيسيبوا العيدين، فلازم نكسره كده عشان ايه؟ عشان ياكلوه كله مع بعض. يصلي على النبي يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله. الله يديك العافية يا ام احمد، والله يكفيني شر عين حاسس حاجة يا رب العالمين، ويهدي عيالي ويشفي جوزي، امين يا رب. ايوه علمنا لهم الطوايل كده بقى، تقعد قدامهم شويه لما يخلصوهم بنيجي بقى ايه قلت لهم تاني برضه تاني كل اليوم بقى اللي يكفيهم نكسروا له. والولاد هيفطروا، هما لسه ما فطروش، وبعدين يبقى يجي يكملوا الجاي. احمد يجي المواد العربية؟ لسه ما جاش؟ ها؟ لا عمي لا لسه ما جاش؟ يلا كده احنا كده بقى ايه خلصت تكسير الخفلة البهايم وكده. يا رب يكون اللي بنعمله بيعجبكم وما نحرمش منكم. اللي دخل على القناة يعمل لها لايك واشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. كل مرة وانتم طيبين. كل سلامي لكل متابعيني ما نحرمش منهم ابدا. يا رب دايما مطمنين على صحتكم ودايما داعميني بدعمكم الجميل. مع السلامة.